السلام عليكم البنات واهلا بكم في قناه بيبا كورنر. فيديو تاعنا اليوم ان شاء الله راح نعمل كيكه بدوق شوكولا بطريقه جد سهله بسيطه وجد اقتصاديه. مكونات تاعها متوفره في كل بيت، فتبعوا الفيديو للاخر وان شاء الله تعجبكم. لكن قبل ما نتكلم على الطريقه والمقادير ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على الجرس حتى يوصلكم كل جديد. اكيد دعمكم راح يشجعني. نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونبدا في المقادير. بالنسبة للمقادير عندنا كاس إلى ربع من السكر ما يعادل 150 غرام. عندنا 2 حبات بيض على درجة حرارة الغرفة، ما لازمش يكونوا باردين. عندنا كاس إلى ربع من الزيت ما يعادل 150 مليلتر. نص كاس من الحليب ما يعادل 100 مليلتر. وعندنا علبة من كريم ديسير، راح نستعمل بطعم الكراميل. تقدروا حتى تستعملوا طعم الشوكولا، حيكون يعني يكون مليح. وعندنا كاس ونص من الطحين، هي لافارين ما يعادل 220 غرام. عندنا 2 معالق كبار من الكاكاو المر. هنا راح نستعمل ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان. اللي مش متوفر عنده القهوة سريعة الذوبان يقدر يستبدلها بالفانيليا، يعني حتى نكه الكيك به. هنايا عندنا 2 كيس من خميرة الحلويات اللي هي البيكنج باودر، حجم الكيس 10 غرامات. نروح طريقة التحضير. أول حاجة نحط 2 بيض بهذه الطريقة، ونضيف لهم رشة ملح، ونضيف السكر. هنا قلنا عندنا 250 غرام من السكر اللي هو تقريبا كاس الا ربع. انا حجم الكاس اللي راني نستعمله يعني راني نقيس به هو 220 مليلتر. نحرك. اذا حبيتوا تستعملوا المضرب الكهربائي استعملوا، او حتى تستعملوا المضرب اليدوي بهذه الطريقه حتى نتاكد ان السكر ذاب تماما بهذا الشكل. وبعدها نبدأ نضيف الزيت بطريقة تدريجية، نضيف ونحرك. هنا كمية الزيت هو 250 مليلتر، تقريبا كاس إلا ربع. مثل ما قلت لكم حجم الكاس اللي استعملته هو 220 مليلتر. وبعدها نضيف الحليب. هنا عندنا نص كاس من الحليب. نضيف علبة الدانات. هنا قلت لكم استعملت طعم كراميل، انتو تقدروا تستعملوا طعم شوكولا. نرجع نخلطها ندمجها. كل ما نضيف مكون نحاول ندمج المكون مع باقي المكونات بهذه الطريقة. نضيف ملعقة من قهوة سريعة الذوبان، ملعقة صغيرة. مثل ما قلت لكم اللي مش متوفر عنده القهوة السريعة الذوبان يقدر يستبدلها بالفانيليا. في هذه المرحلة نبدأ نضيف النواشف. عندنا ملعقتين كبار من الكاكاو المر، طبعا لازم نغربلو. وبعدها نبدأ نضيف فلافارين أو الطحين. هنا نضيف الكاس الأول، ونضيف معاه كيسين من خميرة الحلويات البيكنج باودر. قلنا حجم الكيس الواحد هو 10 غرامات. نغربل كل هاد المكونات بهذه الطريقة. هنا مازال ما ضفتش نص الكاسة، نضيف الكاس الأول، نشوف القوام العجينة تاعنا، ونشوف حنكمل نضيف لها نص الكاس المتبقي ولا لا. هنا القوام تاع العجينه مازالو خفيف. نكمل نضيف نص الكاس المتبقي، يعني هنا ضفنا كاس ونص من لافارين او الطحين ما يعادل 220 غرام.
يعني نحاول نعطيكم المقادير بالغرامات وبالكاس حتى تخرج لكم، يعني نديكم المقادير مظبوطه. شوفوا هذا هو القوام المطلوب، كي نكتبوا 8 تطلع لنا. فوالا هنا ناخذ القالب او المول تاعنا اللي يروح للفرن. هنايا دهنت الاطراف بالزبده، وحطيت من التحت ورق طهي. اللي مش متوفر عنده ورق طهي عادي ممكن يدهن بالزبده. ممكن يدهن بالزبده ويرش شويه من الدقيق. نروح ناخذ عجينه الكيكه تاعنا، نحط كل الكميه في القالب. اول ما نحطه في القالب نحاول نعمل له هكا حتى نسويه وندخله للفرن. راح ياخذ من وقت تقريبا بين 30 و 45 دقيقه على حسب فرن كل وحده فينا. طبعا الفرن تاعنا رانا سخناه مسبقا كما قلت لكم على درجه حراره 180. بالنسبه لمقادير الكريمه محتاجين نص لتر من الحليب، نضيف لهم 3 معالق سكر، عندنا 3 معالق مايزينا او النشا، عندنا ملعقتين من الكاكاو المر طبعا، وعندنا كيس من الفلان بنكهه الشوكولا. اللي مش متوفر عنده الفلان يقدر يعوضها بملعقه كبيره مليانه من نشا لا مايزينا، يعني الفلان اختياري. نخلط كل هذه المكونات على البارد، هذا قبل ما نحطهم على النار بهذا الشكل حتى يندمجوا، وبعدها نروح نحطهم على نار متوسطه. هنا بعد ما نطلعها من الفرن نروح نقلبها بهذه الطريقه، نزع لها الورق بلاستيك، نعاود نقلبها على الوجه تاعها طبعا بهذا الشكل، وبعدها نبدا نقسمها على 2. شوفوا ملاحظه صغيره البنات، انتوا لما طلعوها من الفرن خلوها تبرد تماما. انا يعني كنت مستعجله رحت قطعتها لانه الكيكه هذه تطلع هشه البنات بطريقه ما تتخيلوهاش، فلازم تخلوا لها وقتها قبل ما تقطعوها. انا كانت تكسرت لي شويه. بعد ما قسمتها على 2 نحطها على جنب ونرجع الكريمه تاعنا. شوفوا هنايا مثل ما قلت لكم نخلوها على نار متوسطه ونفضل نحرك حتى القوام تاعها يتقال ويتشكل لنا هذوك الفقاعات. بعدها نطلعها من النار ونضيف لها ملعقه كبيره مليانه من الزبده، نحركها لغايه ما الزبده تاعنا تذوب تماما بهذه الطريقه. هذه الخطوه اختياريه، انا نفضل نرجع هذاك الجزء اللي تحت في القالب تاعي ونبدا نضيف الكريمه مباشره وهي سخونه، نضيفها مباشره وهي سخونه بهذه الطريقه. بعد ما نحط كل كميه تاع الكريمه نروح نجيب الطبقه تاعنا الثانيه تاع الكيكه تاعنا ونحطها على الوجه بهذا الشكل. شوفوا هي تقسمت لي شويه لكن عادي مش تبان، وندخلها للثلاجه نخليها معلوفه في اي ركن في المطبخ 10 دقائق، وبعدها ندخلها للثلاجه لمده نص ساعه ونرجع لكم. هنا بعد ما طلعت الكيكه تاعنا من الثلاجه حطيتها هنا في هذا الطبق التقديم. هنا بعد ساعه هنا نروح نجهز شوكولا راح نحطها على الوجه. هنا واش عندي 100 غرام 150 غرام. هنا عندي شوكولا بالحليب، ممكن تستعملي حتى شوكولا سودا كما تحبي او شوكولا بالبندق.
تخيري اي نوع شوكولا حبيتيه. وهنا راح نضيف لها مقدار نص علبه من الكريم ديسال. انا استعملت ذوق الكراميل، تقدروا تستعملوا ذوق الشوكولا، والنص الباقي راح تشوفوا حنستعملوه في التزيين. ندمجهم بطريقه جيده بهذا الشكل. وبعدها نحط الشوكولا تاعي فوق وجه الكيكه تاعي بهذا الشكل. صدقوني البنات، الخليط هذاك تاع الشوكولا مع الكريم ديسير يدي تدينا طعم صوص رائعه رائعه، وفي نفس الوقت جد اقتصاديه. يعني احنا ما استعملناش نيك ولا كريمه ولا شانتيي. وفي نفس الوقت نحاول ندهن الاطراف، لانه يعني حنزينهم راح تشوفوا بعدين. لكن التزيين مثل كل مره نقول لكم اختياري. انا دهنت الاطراف، راح تشوفوا حنضيف لهم حاجات. وبعدها اخذت هذيك الكريم ديسير نص العلبه اللي فضلت لنا، حطيتها في كيس حلواني تاع البلاستيك، وبديت نزين نعمل خطوط بهذه الطريقه. يعني نديكم فكره للتزيين، لكن مثل ما قلت لكم انتم التزيين حاجه ترجع لكم. نعمل كل الخطوط بهذه الطريقه. وهنايا في الاطراف حطيت لها، يعني كانت عندي شويه لافايتين، حطيت لها لافايتين. نتوما تقدروا تحطوا لها المكسرات، تحطوا لها حتى جوز الهند، حاجه ترجع لكم. وهذا هو الشكل النهائي للكيكه تاعنا. شوفوا كيكه جد اقتصاديه سهله، وصدقوني طعمها رائع رائع رائع. ننصحكم تجربوها. كانت هذه فيديو تاعنا اليوم. نتمنى البنات تكون عجبتكم. انا ما بقى لي غير نقول لكم اتهلاو في روحكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات واحد اخرين. يلا البنات، مع السلامه، باي باي.